المرأة هي كل شيء، المرأة هي عماد المجتمع، هي الزوجة، الأم، الابنة. المرأة تستحق كل الاحترام والتقدير، خصوصا المرأة المغربية. أنا أحب المرأة، ماشي حيت أنا مرأة، ولكن أنا أحب المرأة بشكل عام. أحب المرأة لأن أرى أن المرأة قوية، شجاعة، مبادرة، تحسن التدبير في المنزل، في الخارج، في شم حطت يديها كتعرف كيفاش تخرج راسها. دونك أنا أقدر وأحب المرأة. كنتمنى لها عمر طويل، وبلا النساء المغربيات راه ما كنسواوش. عيد مبارك سعيد وكل الخير للنساء المغربيات. كنقول لها خليك قويه، ما تخلي حتى واحد يصطم عليك، ما تخلي حتى واحد يقول لك شنو ديري، لان كنظن بان المراه المغربيه هي مثال زوين بزاف ديال المراه العربيه بالقوه ديالها، بالانديبوندونس ديالها، والحمد لله راه حنا غاديين وكنشوفوا تطور في هذا النوع. المرأة المغربية يجب أن نحتفل بها في كل لحظة، في كل وقت، لأنها تستحق ذلك. أولا المرأة المغربية مكافحة، تستطيع، قارية، دارسة، باحثة، فاهمة الأشياء كثيرة، وهي مربية لجيل والأجيال منذ الأبد. وأعتقد تاريخيا أثبتت المرأة المغربية بأنها قادرة على أن تكون في مصاف الرجل، وأن تكون قادرة أيضا على تحمل المسؤوليات، لا على المستوى السياسي، لا على المستوى الثقافي، لا على مستوى المسؤوليات الكبيرة جدا في مناصب مهمة. وأظن بأنه في هذا اليوم ديال 8 مارس يجب أن يعم وأن يصبح 365 يوم كلها 8 مارس، لكي نقول بأن الاحتفال بالمرأة ليس في يوم واحد ولكن في الأيام ككلها. المرأة المغربية تنظن هي مدرسة، كما كيقول هي مدرسة. كنقول المرأة المغربية كل عام وأنت بخير، وتنظن بأن المرأة ما بقاتش محتاجة للمساندة دابا، فالمرأة فرضات الوجود ديالها في المجتمع المغربي، واستطاعت أنها تحقق مناصب كبيرة وتدير بلاصتها سواء داخل المغرب أو خارج المغرب. والرسالة ديالي كنوجهها للأم ديالي وللزوجة ديالي، كنقول لهم الله يخليكم لينا والله يخليكم ديما زوينات. كوني كيما انت، ما تقلدي حتى شي واحد، وما تفكري في حتى النظره ديال المجتمع كنعيشوا فيه، وحاولي تكوني زوينه من الداخل باش تكوني زوينه من برا.